ازيك يا عم ثروت؟ ازيك يا باشا؟ هتكلم في السياسه يا عم ثروت؟ لا ماليش في السياسه. احسن، ده كده 100 100. اهو الجماعه بتوع الجمعيه اهو. اللي هناك دول. ايوه عليك صلاح بركات، اتفضلوا. انا عايز اجيب الجماعه اللي شغالين هناك دول، الجماعه اللي بيشتغلوا اللي بيزرعوا لا مؤاخذه اللي بيزرعوا الشام، هم دول اللي عايز اصورهم عشان اخلصهم هيشتغلوا تاني. تجيبهم من الكاميرا من هنا؟ لا هروح لهم محترفين. خلي بالك بص، مفيش لا سيما ولا تلفزيون بيجيبوا الناس دي ويقعدوا لا مؤاخذه يأجروا ناس كده وده اسمه كومبارس. بس مش صناعيه زي دول طبعا. يعني دي هتبقى طبيعي. ده فلاح ده صنايعي ما فيهاش نقاش. لو هنتكلم بقى في اجور ودفع ياخد اكتر من ده فلاح ابن فلاح. جر خلصت ولا ايه؟ خلصتوا؟ ازاي الحال؟ الحمد لله. خلصتوا ولا ايه؟ طب وهتزرعوا تاني من امتى؟ هتزرعوا تاني امتى؟ نزرع انت؟ ايوه ده حالك. الله يبارك فيك، ازي حالك انت؟ عامل ايه؟ كويس ولا لا؟ ما لحقتكوش، كنت بقيت في الارض يا جماعه. بس هم هنا هيزرعوا، مش هتنزل انت برضه؟ لا، كل واحد يزرع غير. طبعا انت هنا انت مؤجر هنا؟ ايوه متأجر هنا. ايوه زرعت. ايوه ومعاك الفارم، كنت جايب معاك الفارم ولا زرعتها لوحدك؟ لا ده كان معانا فريق نعتبر تليفون فوق. وهناك ده الغيط اللي هناك يعني دي ارضك انت متأجرها لكن ما بتطلعش يعني حد يطلبك بتاع ما؟ ايوه روح عادي. طيب امال ايه؟ طيب ما ممكن يجيبوه. ممكن عادي. الله. وانت لو تقول لي انا رجعت من فوق يا عم تسلم لنا يا عم الحاج. اصل لا، في اللي بيبقى متأجر بقى يقول لك انا مقاول دلوقتي وبتاع ومش عايز ارجع لشغل الصبيان والجو دوت. الجلبيه معاك يا بابا. هات يا سيدي ابو محمد دار على الجلبيه اهو. الله ينور. جالك يا محمد ها. الرقابة عشان نازلة، خلي بالك من ها؟ عشان نازلة في ايوه. ما تخافيش يا حبيبتي، ما تخافيش، تعالي من هنا، تعالي من هنا عشان ماشي. وما تخافيش من الكلاب. منك ايه بقى؟ ايه؟ داليا؟ ماشي يا داليا. قلت لك مكسرة يا داليا، انت لسه 7 سنين. ما تخافيش من الكلاب يا داليا. بس جرب.
هتطوش النهارده العصر ولا امتى؟ ان شاء الله يا باشا عاطل النهارده ان شاء الله. باذن الله تعالى بعد الظهر هتلاقي هلمة رجاله هنا. يا مسهل. يعني نستنى بالكاميرا وبتاع. هبعت لك لا انا موجود اهو. عشان ده لسه هي بعد العصر هنبدا ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. على العصريه يعني ماشي هبقى اجي العصر بعد على- صلاه العصر على على طول ولا قبل العصرية؟ العصر؟ ما الاسرار ده السوق والناس كلها بتتجدى الحمد لله. احلى حاجه في الارياف ان يوم السوق ده كله ياكل بره. ده فقير غني كله كله لازم بياكل. يتلزق. كله بياكل. لازم اديني ياكل رقم بره. سعادتك، انا رقمك مش معايا. ايوه لا التليفون اللي فات ضاع على مؤاخذه. الاستاذ كان قاعد يضرب عليه على ده هو. خد ورقه. استنى احنا العصريه هتبقى الشمس من هنا. انا لازم اجي كده. اروح جاي لهم انا ايه؟ من الناحيه الثانيه. لا اجي من هنا عشان انت تبقى ورايا. انت لما ما تاخدش في الكاميرا الشمس في قال يعني انا عارف ان التصوير قوي. لا بس يعني دي يعني عارفينها يعني. بس في مصورين ولاد لذينه يصوروا الشمس. ده محترفين. ده ابن لذينه بتاع دول ده. محترفين نفس شغلتهم واكل عيشهم وسبوبه. شوف بقى الصف اللي شغال. طيب استاذ علي اكتب هنا علي مصر. اشكرك على هذا اللقب الذي منحتني. لا ده يا سيدي ده واجبك عليا. يا عم الله يبارك فيك. صور بقى ده هو. حماده بتاع الطماطم. حماده. انت بقى بتضحك على الناس. ها ها يا عم حماده انت حاطط الطماطم تحت البتاع ده. بتهرب الطماطم انت من هنا. عليك السلام بركات. الله يخليك. تصور السمك تصوير على الطبيعه الصريحه. بس لو انها ده مصر اقليميا لما بنصور. هي احلى حته في المكان كلها لما ارجع الغرب غرب الترعه. لانها بين السبكه وبين الترعه. ده ما جنه لانها بين حتتين عزبتين. يعني خلي بالك لو خدت بالك من اي غيط هتلاقي دايما بين مصرف وترعه. اي غيط الحته دي ما بين ترعه وترعه. ما بين السبكه وهتلاقي متوسط حتى ساعه العصر بتلاقي جنه يعني. بس بقى اللي يعني اللي شايل من قلبه الحقد والاحقاد. يموت مش فاهم ايه معنى تهدي شويه. ما هو بقى مش انا جاي وانا كده جاي. ما اصور بقى الصف المغطي ونازل كده. كده صف المغطي. طب هو جاب منين كده؟ دلوقتي اللي اتعمل الجديد. ما اتعمل جديد جايب ميه منين؟ من التخدير الشوام والبتاع. بيروح هو ساحب بقى وايه ومع نفسه. يلا تعالى افرجك على الحله. ما هي ده عند مين ده؟ ده في الشارع. على فكره موضوع السلاح ده مشكله. موضوع السلاح ده مشكله للاسف ومحدش واخد فيه اي بتاع الالعاب الناريه دي. ايوه هو ده شماريك ده ولا سلاح؟ صواريخ. لا بص وعاملين لك حجاره وبتاع. يعني الاصول بقى كله ده يبقى كده. ده المفروض تتحجر شمال يمين. ده المفروض اه ما بيعملوهاش. اصل ده هيجي لها يوم هتنهار. يعني ده كده هو كده بيسحب الميه بس ده ما يعتبرش صرف. مش ميه وحشه. لا دي ميه. دي ميه سرعه. اصور كده. لكن لما مؤاخذه هم السرنشات كلها بيعملوها هنا.
ده مالهاش علاقه. تعالى شوف الحله اهي. دي الميه اللي هي ايه بتاع التخديره، دي يومين ثلاثه لسه ما تخدر وبتاع. ايوه. ودي الحله الخط الرئيسي الجديد، طب برضه يمكن لان القديم كله اتلغى. يمكن انت يا عم ثروت برضه ليك خبره. انا شفت طبعا هم ايه حفروا وحطوا اللي هي الخراطيم دي. التجميعه بقى منين؟ التجميعه بتبقى في حله زي دي؟ ده الحله هنا اهي. الحله اهي. دي المجمع الرئيسي. ايوه. دي اللي الخراطيم كلها بتيجي فيها اللي اسمها الام يعني. دي او اللي احنا بنسميها مثلا البواط. الجماعه الكهربائيه يسموها البواط. ايوه. هذه الخرطوم. أيوة. دي الخطوط اللي هي جايه شمال يمين. وبعدين تروح هي طالعه ايه؟ هم عاملين حله هنا وحله كله في بيت عم ابو حليم. دول 3 حلل. ايوه. 3 مجمعات في غيط واحده. ايوه. يعني دول لولا الارض كانت دايره كان صاحب بيته خير. اما هم كانوا اصل القرارات دي اصل بص نوعدك يا محمود. هي طبعا ده مش كلام، ده ما يعتبرش كلام سياسي، ده كلام في الشغل. القرارات دي كانوا عايزين يعملوها ايام الامن. كانوا عايزين يعملوا ده ما عرفوش يخشوا هنا. ايوه. ما رضيش حد يرضي ينزلهم، يقول لك انا هو انا ابقى طالع من البطاطس خسران وانت تجي لي تحلم لي بالليل بقرار. اصل الحاجات دي المفروض دي من حاجه اسمها خطه طويله المدى. دي ليها حسبه. ايوه. دي عمليه حسابيه بحته. لكن دي جت مفاجاه كده، يلا هنعمل ومش هنعمل. هم قدروا يخشوا دمشاو؟ لما ما قدروش. قعدوا يروحوا دمشاو، راحوا طالعين عليهم بالسلاح البلد بالكامل. قالوا خلاص قالوا لما القمح خلاص صاب جايين تخربوا البيوت، بعد ما نحصد قمحنا ونلم محصولنا تعالوا براحتكم اللي عايزين تعملوه اعملوه. فعلا سابوهم لحد ما خلصوا كل حاجه، والناس لمت محاصيلها وقمحها وكل حاجه ونزلوا بتاع دمشاو بعد دول لسه يحفروا بكره هنا ولا هو كده بيردم خلاص؟ هو كده بيردم هنا. كده احنا مشوارنا خلص كده. ايوه. يا الله يا الله. ما اصل القرارات دي للاسف الموظفين اللي هو زي اللي كانوا راكبين الموتوسيكلات دي بتاعت الجمعيات الزراعيه وبتاع بتكبر دماغه. بقول لك يا عم انا بروح الشغل وبرجع الظهر وماليش دعوه يعني. ما يديش اللي هي التقارير الصح يعني. ما يديش تقرير نهائي. ماشي. وبالتالي القرار اللي من فوق من مدير المديريه وبتاع يعني يقول لك لما نشوف الوزير هيقول ايه. وكل وزير عمال يتغير. ده في وزيرين زراعه اتغير. ده وزير الزراعه ده المفروض يعني يقعد له على الاقل 15 20 سنه مع كل دوره عشان الخطط اللي بيعملها. ايوه. لكن ده يمشي وده يجي وده هيجي يعمل سياسه تاني وده كذا. قال لك في القمح هنعمل صرف مغطي. الناس كانت هتقوم على بعض. وفي اللي يقول لا خليها عليك كمستاجر يعني المتاجر يقول للمؤجر خليهم خد انت منهم الفلوس. الامور سايره. ايوه. وفي اللي يقول له لا انا طب انا اجر طب استنى مش عارف ايه. بس هم كويس ان هم استنوا بعد القمح. ده لازم كان لازم يستنوا بعد القمح. لازم. لان البطاطس بصراحه ما انا كنت زارع اصل بطاطس. خربت البيت. ولا خربت البيت ولا حاجه. يا عم الزرع بخير. هو يا احلى حاجه شويتين البطاطس اللي هو الشكرتين يعني اللي انا دخلت بيهم البيت. ده هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكرها في القران. أتزرعون أنتم أم نحن الزارعون. أول واحد أما يرمي الحباية ويقول اللهم اطعمنا واطعم منه، وسبحان الله يا خابت يا صابت. لا هي صابت كزرع لكنها التجاره بقى ده موضوع تاني. هو كده. لا ما انا كصاحب ملك ما فاتتش مني. اعتبر ايه لم يعني اللي صرفت لميت. بس كاني ما اجرتش. كانك ما اجرتش. واخد بالك يعني كاني خسرت الايجار. بس هي مش خساره لان ما اجرتش. انت ما تاجرتش. ما تاجرتش محصولك عندك وارضك عندك وكل حاجه عندك. يعني شويه مثلا المصاريف بتاع حاجات ما هي اللمه نفسها ما تتذكرش. ايوه. لكن اللي عمل معايا بصراحه يعني المصاريف اللي صرفتها هتلم. اللي عامل معايا ايه ان لما خدت مثلا بتاع 6 شويله وبتاع دخلت بيهم البيت هي اللحظه هي اللحظه دي وانت داخل البيت قاعد فيها كده وبتاع وبتاكل بطاطس لسه طالعه من الارض. طبعا هي دي بقى انتاجك. واخد بالك.
وقعدوا معايا لغايه فين؟ لسه ما خلصوش الا من شهر فات. انتاجك محصولك بفطر انت بطاطس بايدك زرعه كل يوم مع بايدك. الطعميه وبتاع واخد بالك. وما خلصش الا من شهر. ما هي برضه ما هي انت أوكي. كزارع. بس هي فعلا اتضربت، يعني السعر كان ضارب قوي، يعني ما نزل يعني اللي هيحسب بقى انه متاجر الفدان في قيمته 4000 جنيه. ده اقل حاجه والله. ده لو هو والله متاجر. الناس خربت صح. ما هو انت برضه بص، ما هو ما حدش بيتاجر بطاطس، ما هي بيتاجر ده بيبقى تاجر. ما هي محسوبه عشان ما نضحكش على بعض. اللي بيتاجر بيبقى تاجر، بيتاجر 5 فدن 6 فدن وبياخدهم يتاجر فيهم. ما تجاره. أيوة. تجارة. فبيظبط نفسه. واللي بيزرع بيبقى صاحب غير، فبرضه ما بيخسرش قوي، بس يقول لك انا خسرت الايجار. طب ما هو انت ما دفع ويحسب ثمن الشفاط الميه اللي هو شفاطه. يقول لك تقول ده له انا زجيت كذا كذا طب ما زجاير. انت بشفاطك، يقول لك لا ما كاني، لا ما فيش حاجه اسمها كاني، دي اسمها كاني ما هو المفروض ليس كما هو واقع. احنا عايزين الواقع. الواقع انت طلعت من جيبك ايه للميه؟ ماشي، اللي هو الجاز. دفعت للاجير اللي عندك، ما انت ماشي اجير. ايوه بالظبط. انت واقف على شفاطك، واقف على ميتك، وواقف على ارضك. فيقول لك ايه، ما انا بحسب كاني صرفت. طب وبعدين يجوا يزعلوا من اللي يقول لك ابحاث فلسفيه. طب ما انت اصلا اللي بتضللنا بالمعلومات. ما انت اللي بتضللنا. يا الله. خلاص كده الدنيا هنا خلصنا على كده ان شاء الله. العصريه باذن الله، يعني مع اذان العصر ولا قبل العصر؟ لا بعد العصر ان شاء الله. ماشي. بعد العصر تلاقي الحركه هنا بدات ايه من نار. ماشي. احنا بس عايزين نلم الابر. يا مالك الملك. نلم العده. الابر ما انا هشوفها. ما هي هناك ولا مش هناك؟ يا الله. الابر الناحيه الثانيه هناك. ما انا شلتها. ما كل واللي جاب لي كنا شلناها برضه. ما انا هقول لك هم فين دلوقتي.